مبدئيا لو انت شايف ان تشكيلتك كويسه وانت قادر تنافس، هتخش تلعب الماتش ده هتاخد 30 نقطه في الماتش. بص يا عالمي، انا عملت حاجه جديده وحاجه حلوه وهتعجبك، وان شاء الله هنعملها كل ما حدث ينزل او الاسبوع الجديد يتحدث. يعني اول ما الحدث الجديد ينزل او الاسبوع الجديد ينزل، اعمل لك في القناه الثانيه او القناه اللي هي الرسميه او الاصليه، هننزل تفتيح باكجات وحاجات زي كده وكل حاجه تخص اللعبه زي ما احنا. لكن علشان ننزل لك شرح الحدث اللي احنا ما بقيناش نعمله بقالنا فتره طويله، هنعمله على القناه دي. فانت لو انت سواء هناك او هنا اعمل اشتراك وفعل زر الجرس. المحتوى بين القناتين هيبقى مختلف زي ما قلت لك. هناك نزل تفتح باكجات، لو انت ما شفتش الفيديو روح شوفه، وهنا هننزل شرح الحدث زي ما احنا نعمل دلوقتي. بس قبل ما نخش في شرح الحدث ما تنساش تصلي على رسول الله، اعمل اشتراك وفعل زر الجرس واعمل لايك، شوف اللينكات الموجوده تحت في الوصف، وتعالى نشوف احنا طلعنا مين في الفيديو واحنا بنفتح باكجات هناك قبل ما نشرح الحدث. انجليزي سي ام سي بي نيوكاسل 105 106 بتباع ولو الجديد بتباع. يا باشا انت فين يا باشا؟ يا باشا انت فين يا باشا؟ 104 معقوله ممكن يعملها معاك تاني؟ يا مستحيل. لا 41 مليون مستحيل طبعا. لا يا اسطى اللاعب الجديد بيتباع. في واحده تانية اهي بتباع من 99 107 بالحدث الجديد برضه. اديني وكاوت تكون مين؟ رايت باك انهي نسخه؟ حظ الماتادور ضربته فايره. الماتادور ضربته فايره يا اسطى. احنا عمالين بنقلب. عامل كام انت؟ عامل كام يا جدع بقى انت؟ يا جدع في ايه يا جدع؟ يا جدع في ايه يا جدع؟ يا جدع في ايه يا جدع؟ دول المؤيدات قدامك اهي يا اسطى، فانت افتح عادي علشان تجيب. طبعا فيردن ده هيبقى مدافع من افضل المدافعين في اللعبه، هو مع ريكاردو كارفيريو. طبعا اغلى مدافع فيهم كان هو فيرديناند. واللعيبه بالنسبه للعيبه هو فيرديناند. وفي اللعيبه ال 106 هي، بس هو تقريبا فيرديناند هو اللي احنا هنشتغل عليه. والار ام هنا لا مفيش حد هنبص عليه خالص. عندنا هاجي حتى هو فيرديناند بس اللي ممكن نشتغل عليه في الحدث ده. يعني نفتح باكجات ونشوف. عندك كوريا فاردي برضه لا، هو لاعب واحد هنركز عليه. فكت كعب كده اللي معاك الاول، فكت كعب. هنقوم عاملين اول واحده ب 3000 من هنا، من 102 ل 107. حدث فرانك لامبرد يعتبر حدث الدوري الانجليزي ده. حدث هيروز اصلا. الوك اوت بتاعه بتاع هيرو. ايه ده؟ اسباني سي دي ام مانشستر سيتي. مين ده؟ قلت جايز رودري نازل مثلا. بروسيا دورتموند 104 حلو. اول 60 نقطه ولا هي نفس هو 102 يعني كده 50. هي نفس النقط يا اسطى. احنا حتى ممكن نبص علشان نتاكد. خش هنا نتاكد المعرض. نخش على 104 نفس النقط، بس تقريبا شالوا بس ال 60 نقطه، شالوا بس البتاعه الثانيه دي. يلا يا باشا 60. احنا جاهزين لاي خناقه. احنا جاهزين لاي خناقه. احنا جبنا لاعب كمان 103. ونبص بصه سريعه بقى على لعيبه الحدث الجديد يا عالمي. ولو واصل معايا مع حد من الفيديو اتمنى منك انك تعمل لايك علشان الكلام النهارده على حاجات جامده مليارات يا معلم. عندك فيرديناند نازل 107. يعني شوف يا اسطى تقط هنا امكانيات اسطوريه وقدره التحمل عنده 4.5 بسعره عامل 5 مليار ومطلوب. تاني اللعيبه اللي نازله معانا النهارده هو بيستر ار دبليو. بس الرجل العكسيه للاسف، وقدره التحمل 4 وحركات المهاره 4، بس خفه زي ما تقول قول بقى. بس الرجل العكسيه بتاعته، فانت مستحيل تجيب لاعب بيلعب بالعكسيه اللي هي مكان محمد صلاح وجاريث بيل. تمام. نازل تاني اشلي كول ال دبليو، ده اللي كانت اللعبه عارضه عنه. وزي ما انت شايف إثارة وسرعة ركض وإنهاء وإمكانياته جامدة، مراوغة تحكم بالكرة ورشاقة. بس نازل في الهيرو بقى سي دي ام. طبعا 3 مهارة و3 قدم ضعيفة، وده السي دي ام اللي ما انصحكش بيه نهائي. انا هيستفاد بايه لاعب 107 وده لا ما هو عالمي. ولامبرد تعال نشوف بس لامبرد الاول. 4 قدم ضعيفه 4 مهاره. اول مره تقريبا ينزل 4 مهاره. هو هيبقى تقيل شويه في نص الملعب، بس ده تسديد، ده ارتكاز يا جماعه. يقف في نص الملعب يظبط لك المسائل. وبعد كده عندك هنا لام قدم ضعيفه 3 وحركات المهاره 3. مش عارف اخر كام كارت للام ما كانوش. يلا بينا. مدافع الحدث نزل يا رجال. مدافع الحدث نزل 24 ستاري. ده هيكون ارخص من فيرديناند. فيرديناند معروف ان هو بيبقى في حته تانية لوحده. وهنا ستام. يلا بينا. عامل كام يا ستام؟ برضه معروف ان هو برضه يبقى من الاساطير. طبعا بيقول نازل في مركز شوف مهاره 2 وقدم ضعيفه 3 في مركز الرايت باك. انا مش فاكر اصلا اللي بيقول كان لاعب رايت باك يا رجاله. مش عارف ينزلوه في المركز ده ازاي. ولوكاكو نازل اس تي 4 قدم ضعيفة و3 مهارة. كوناتي نازل 4 مليار.
الاسعار دي، وبالمر نازل في الكام، ما تبقاش 5 و5 وتعمل مع الدنيا بحالها الصح. على فكره يا جماعه الكارت بتاعه بيبقى جامد، بالمر كل حاجه فيه جامده، انهاء ويا جماعه حتى الانهاء عنده جامد والحاجات اللي زي كده اللي هي قدام الجون، بس المشكله القدم الضعيفه بس. وروني في مركز الاس تي، يلا روني نازل في مركز الاس تي سعره عام. انت هتفضل ماشي في المسار اللي قدامك ده لحد ما توصل للاخر وتاخد اللاعب ال 101، وبعد كده انت لسه المسار ما خلصش. وفي هنا دروجبا ال 105. هنا بيقول لك اكمل مباريات والعاب المهاره جميع الاقراص، احصى على تشكيل جميع الاقراص الفاخره بعد جميع الاقراص الاربعه. هنا بقى يعني هنا بيدي لك ايه، واحده منهم ولا بيديك كلهم؟ هنا في دروجبا. طب الرئيسيه هل في اي اضافات نزلت؟ الاسبوع التاني انتقال، لا هنا الاسبوع لسه، طبعا لسه في اسبوعين. تمام. كلاسيكي اللي احنا كنا بنلعبه اللي هو موجود اصلا، اللي مفتوح وفيه المسار زي ما هو اهو. يعني هو يعتبر هناك في مهمات في مسارين، هنا المسار ده زي المسار ده، لكن هنا احنا معانا النقط لسه هنفتح هنا كمان اهو يا اسطى. تمام يا عالمي. يعني هنا مفيش اي اضافات غير بس اللعيبه اللي نزلت في المعرض اللي هي الاسبوع التاني زي ما انت شايف اهون. الفونسو دوفيز طبعا هنصحك بيه، باك شمال معروف طبعا الراجل ده بيبقى عامل ازاي، سرعه مهاره 4 مهاره، امكانياته جامده. بس كارلوس افضل باك شمال موجود في اللعبه، بس ده مش وحش. 1250 ده للناس اللي فاتتها كارلوس، تقدر تجيب الفونسو دوفيز. بيست ما انصحش بيه لان القدم العكسيه وانت محتاج واحد زي صلاح. رايت باك لام ستام ماركينيوس، برضو المؤيدات موجوده زي ما انت شايف. جاي علشان نبص على الحدث التاني اللي نزل الخاص، يعني هو يعتبر زي حدث الصيف مثلا، بس هو فيه ميه وفيش وحاجات زي كده فاهم. برضو فيه مؤيدات اهي. انا متهيألي طلع لي لاعب مثلا، تيجي نبص طلع لي لعيبه، في لعيب اهو 103 ادي اول 30 نقطه في الحدث. شكل ميدو يا رجاله الراجل ده. وزيزو راح الزمالك، زيزو راح الزمالك وبرشلونه كسب ماتشات نار في الفتره اللي جايه. 107 اجمد لاعب في الحدث ده هو فيرديناند ب 1250. حد تاني بقى يعني ممكن ريكاردو كارفيريو برضه لو انت محتاج مدافع، بس هو فيرديناند. انما لو انت محتاج لعيبه هاتها من الحدث التاني او الاسبوع التاني من الحدث اللي هو المزيكا. لكن هنا ما اظنش انك هتقدر تحتاج حاجه من الحدث ده. ايه بقى شرح الحدث عشان الحاجات اللي نزلت. طبعا انت في طقم اهو بتاخده مجاني زي ما انت شايف. تمام. هنعمل ايه بقى في الحدث يا عالمي؟ زي ما انت شايف هنا انت بتاخد 3 نقط، يعني العمله غاليه، العمله ب 100، تاخد 3 نقط او 3 عملات من دول بتتجدد كل يوم في ريفرش، يعني كل 24 ساعه تقدر تاخد 3 نقط. مبدئيا لو انت شايف ان تشكيلتك كويسه وانت قادر تنافس هتخش تلعب الماتش ده هتاخد 30 نقطه في الماتش. لكن انت لو خسرت تقريبا بيروحوا عليك، لكن انت بتتعادل بتاخد 15. مش عارف الخساره بتديك 10 ولا لا. وهنا 20 نقطه لو كسبت في الهجوم التنافسي، تقريبا في التعادل هتاخد 15 و10 في الخساره او ممكن 5. هنا بتلعب ماتش اوف لاين وبتاخد 10 نقط. انا لعبت 3 ماتشات من دول، اتعادلت في ماتش وكسبت 2. تعالى بقى الحته المهمه. بتفتح هنا يا عالمي، بص الواحده ب 40، الواحده ب 40، الاثنين ب 80، 3 ب 120. انت بتفتح 3 هنا ب 100 مره واحده. بس في حاجه عايز الفت نظرك ليها، ودي حاجه مهمه جدا تخش على الوقت الاضافي. بص بقى معايا، يعني لو في ربط ما بينهم تبقى هي حاجه مهمه جدا وكنا عايزين نجربها الصراحه. بص كده يا صديقي، قطعه يا جماعه، القطعه اللي انت بتستخدمها هناك لما بتخلص المسار ده بتاخدهم، هي دي. تعال نبص كده شوف، لان هي مهمه جدا، دي من اهم الحاجات اللي موجوده في بص يا اسطى الاحداث يا معلم 200. طب الفتحه دي بتتفتح 5 مرات. بص بيطلع ايه، يعني لو دي الجوائز اللي فيها اصلا العناصر المعروضه التوضيح فقط. بص الجواهر او قطع او توكن الاشواط الاضافيه 2 او لاعب اصدار مختلط مزيد من المعلومات. هم 4 حاجات. بص يا اسطى جواهر 47%، 30,000 قطعه الاشواط الاضافيه، و125 قطعه توكن، ولاعب باجمالي زائد 103. فصباح الفل، كلها جامده. كل الحاجات دي موجوده هنا، انت وحظك بتتفتح 5 مرات. لو جالك لاعب 103 من 105 بيتباع، لاعب 106 من 107 ما بيتباعش، انت وحظك بقى، فهتقدر تصرفهم هنا عالمي. اما بالنسبه للعيبه، اللاعب التالت اتباع ولا لا؟ اللاعب التالت لسه ما اتباعش. طب انا محتاج كده يعني ايه، اديله كمان نسخه ماسكارونس حدود 700 مليون. خايف الراجل يبدا يطلع للناس تاني وما يتباعش. هنبص عليه كده شراء، اديت له كمان نسخه 60. طب كمان نسختين واجيب 730 مليون ولا تسيبه على كده عشان النسختين؟ هنقول طب انا معايا نسخ كتير ماسكرون، انا معايا كتير بتخسر النسختين الصراحه. انت هتجيب 700 مليون، خلينا نشوف. وعامه اللعيبه دي لو عملت بحث هنجيب البرنامج وهنقوم جايبين الحدث الجديد ده. بص الاسعار اللعيبه دي مش هتنزل يعني عامه. 104 هو 104 مليار 700. لا والله في لاعب 104 رخيص، يعني وارد ينزل بس مطلوب اهو، مطلوب وارد ينزل. وده 104 تاني بمليار. اشمعنى اللاعب اللي عندي؟ ولا هو اعتزل ولا ايه؟ ولا هو هيرو؟ والله مش عارف. المهم يا رجاله ابيعه على كده وخلاص. صح هو مطلوب يا جماعه، وحتى النسخه اللي موجوده دي هتغلى. 104 ب 60 نقطه.
بس خش لك بقى نلعب لك جيم بلاي. اتمنى يكون الشرح عجبك وحاجه سهله. المشكله ان الاحداث اللي بقت بتنزل بقتش اجمد حاجه، بس خلينا نشوف يا عالمي. يلا بينا. لويس فيجو، تشفتشينكو، وبارنز، يعني هجوم ايكون. ودي التشكيله المتواضعه بتاعتي. طبعا احنا بنلعب خلط لان رودري تقيل جدا من قتل، عشان كده انا عايز اجيب بيرلو يا جماعه، اللي هو النسخه الجديده، فاهم؟ عشان كده انا محتاجه في التشكيل، مع العلم ان انا اصلا بجيب اللعيبه الجامده وبخليها عندي، لان انا لسه مش عايز اجازف بنسخ ماسكرون، ولسه مش عارف اطور مين ماكس. ويمكن في لعيبه جامده تستحق النسخ احسن من اللي عندي. لسه هتنزل يعني، احنا مش عايزين نستعجل. يلا يا باشا. دي واحده باور شوت، بص، من اللي بيحبها الجمهور. زيو. لا طب اقلب يا خالد في الجون. اقلب يا اسطى. يستمر الماتادور الاسباني في اهدار الفرص. تراب. يلا. بلعه على طول على طول. الاول على طول. بص بص، حلوه حلوه. 1 2 اجري خدها في الزحمه. حط يا باشا، حط يا باشا. في مهب الريح. استا مش اللمه دي، لم على طول اسحبها. راح فينا فيجو. اهدى اهدى. كام داون، كام داون. اوكي. ها ها ها. عدي بقى. ها. اوكي. اللي ما تجيش ها. جابها في زحمه كده، مش عارف يا ابني. لم على طول بقى. مش عارف الامر بيتاخر ليه يا رجاله. انا مش عارف الامر بيتاخر ليه. برضه ديسلايك. طب ليه ديسلايك؟ ليه ديسلايك عالمي؟ ليه ديسلايك؟ ايه ده؟ في ايه؟ مش عارف. الحكم كان موقف اللعب. يلا. دي فاول دي يا حكم. الواد نام. يلا الله الله. ارجع اقفل يا روديجر. سيبهاش يا اسطى. جدع جدع علي. جدع. دي ديسلايك يا اسطى. ياه. انت عايز لك جون تاني نقفل بيه الماتش. اوكي، عايز لك جون تاني نعدم بيه الماتش، يا اما انت تجيب جون. الناس اللي بتخش على بعض ونعمل. خدها انت. نطالب برونالدو الظاهرة نسخة 100 هجيبه بقى ساعتها. ده انا حطيت 7 مليار في النسخة 110. هحط له 10 مليار في النسخة الجديدة عادي. قشطة قشطة والله. متعة يا اسطى. الراجل ده بيعمل حاجات مش طبيعية. يلا خدها اهي بقى. مش عايز تعدي، مش عايز تعدي. بس احنا عايزين جون تاني عشان نأمن بيه الماتش. خالد خلاه يشوط حاجات تانية. شيل يا روديجر. ده اعمل يا اسطى ديسلايك. يلا يا باشا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ سلام. شويش يا اسطى. بشويش شويش شويش يا ماتادور لحد ما اتقطعت منك. هو كان مستعجل وانا شايفه مستعجل، فكنت عايز العبه شويه. بالمر. ماشي. يا سلام. خدها انت. خدها انت. هو مستعجل يا جماعه وعنده. بيعمل ديسلايك. يا اسطى انت بتترقص. انت بتعمل ديسلايك ليه؟ اقطع الكرة الاول وبعد كده تابع. يا ولد يا ترام. ترام وروديجر يا رجاله. بس بصراحه بيعمل شويه تاكلينجات ايه نار. ديسلايك يا عم. اسكت بقى. اسكت اسكت. بس عالمي، ده كان خلاص الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. متنساش تعمل لايك، متنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس وتعمل كل حاجه حلوه، وتنزل تشوف اللينكات اللي تحت. بس فانت لو واصل هنا، كلمه السر خدها البزرق يا عالمي. لو كتبتها في التعليقات انا عرفت ان انت كملت الفيديو للنهايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.